السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد وموضوع جديد، لكن قبل أن نبدأ لا بأس أن أذكركم بتشجيعي عبر الضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وإبداء رأيكم في التعليقات أو تساؤلاتكم. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا، ولنبدأ على بركة الله. موضوع اليوم هو طنين الأذن. طنين الأذن الذي يصاب به صغار وكبار، وهو مزعج كما نعلم. يعرف طنين الأذن أو طنين الرأس بأنه صوت داخلي كما قلنا مزعج يصدر من الرأس أو الأذن، ويكون في صوت ضوضاء أو رنين أو طقطقة، ويصفه البعض على أنه صوت أمواج البحار أو صوت آلات متحركة. وبعض الطنين عرضا ينتج عن الإصابة بمرض آخر ولا يعتبر مرضا بحد ذاته. قد يصيب طنين الأذن جميع الفئات العمرية، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة حدوثه في البالغين تصل إلى 10 أو 15%. بعد يعد كبار السن هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة به، وغالبا ما يرتبط بفقدان السمع. هناك نوعان من هذا المرض: طنين الأذن الذاتي، وهو صوت يسمعه المريض فقط ولا يستطيع أي شخص آخر سماعه، ويعد هذا النوع هو أكثر شيوعا، أو يعتقد أنه يحدث نتيجة نشاط عصبي غير طبيعي في الجزء من المخ المسؤول عن معالجة معلومات السمع. أما النوع الثاني طنين الأذن الموضعي، يعد هذا النوع نادر الحدوث، ولا يقتصر سماعه على شخص المصاب فقط، بل قد يستطيع الطبيب أيضا سماعه. عادة ما يكون صادرا من الجسم نفسه كسماع صوت الدورة الدموية، إذ يكون طنين الأذن مثل دقات القلب في هذه الحالة، ويسمى أيضا طنين النابض. وغالبا ما يلاحظ هذا النوع من طنين الأذن عند الهدوء أو النوم، حيث تقل الأصوات الخارجية التي قد تغطي صوت طنين الأذن. أسباب هذا الطنين أو هذا المرض: يوجد في التقدم في العمر، وهو أكثر الأسباب شيوعا، إذ يبدأ السمع بالتراجع تدريجيا من عمر 60 عام تقريبا، مما يؤدي إلى ظهور الطنين. أو الضوضاء الصاخبة: قد يحدث طنين الأذن بسبب الصوت العالي مثل الموسيقى الصاخبة وصوت المعدات الثقيلة والأسلحة النارية. أو تراكم شمع الأذن: يؤدي هذا الأخير إلى انسداد الأذن. أو إصابات الرأس والرقبة، حيث تؤثر على الأعصاب والعضلات، وكذلك تدفق الدم، مسببة حدوث طنين مع ألم في الرأس. مشاكل تدفق الدم مثل تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك فقر الدم وقصور الغدة الدرقية والأورام. أو الحمل: قد يحدث طنين الأذن عند الحامل بسبب زيادة تدفق الدم أثناء فترة الحمل. أو مرض مينيير: هو مرض يصيب الأذن الداخلية، مسببا نوبات من طنين الأذن والدوار وفقدان السمع. مشاكل الرقبة والفك، مثل اضطرابات المفصل الصدغي الفكي التي تتسبب في حدوث طنين الأذن عند تحريك الفك.
وكذلك أصوات طقطقة والشعور بألم عند التحدث أو المضغ. الجيوب الأنفية: قد يحدث طنين الأذن بعد نزلة البرد بسبب الجيوب الأنفية أو التهاب الأذن. بعض أنواع الأدوية مثل الأسبرين والمضادات الحيوية مثل النيوماسين ومضادات الاكتئاب. أعراض طنين الأذن: عادة ما تكون طنين الأذن على شكل رنين أو صفير أو هسهسة أو أزير أو نفيق. كيف يتم تشخيص طنين الأذن؟ فحص السمع: يساهم هذا الاختبار في تحديد أسباب طنين الأذن اليسرى واليمنى، ويجري عند طريق ارتداء سماعات يستطيع الشخص من خلالها سماع أصوات محددة مع الإشارة بيده عند سماع الأصوات، ويقوم الطبيب بمقارنة النتائج بنتائج معيارية بناء على عمر المريض. اختيار الحركة: في هذا الاختبار يطلب الطبيب من المريض تحريك عينيه وإغلاق الفم وتحريك الرقبة والذراعين والساقين لمعرفة التغييرات التي تطرأ على الطنين، مما يساعد الطبيب في معرفة سبب الطنين وتحديد علاجه. اختبارات التصوير: قد يوصي الطبيب في بعض الحالات بناء على السبب المرجح إجراء التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي. عمل فحوصات الدم: في بعض الحالات قد يلجأ الطبيب لعمل بعض فحوصات الدم للكشف عن الحالات الطبية التي قد تكون السبب وراء حدوث الطنين مثل قصور الغدة الدرقية أو فقر الدم. العلاج: يبدأ علاج طنين الأذن بعلاج الحالة الكامنة وراء الإصابة بالطنين، وفيما يلي بيان لبعض طرق العلاج. تراكم شمع الأذن: يقوم الطبيب في هذه الحالة بتنظيف الأذن عن طريق شفط شمع الأذن أو استخدام الماء الدافئ. التهاب الأذن: قد يوصى في هذه الحالة باستخدام مضادات الحيوية لعلاج العدوى. الأورام: يلجأ الطبيب إلى الجراحة في حالة وجود ورم أو تكيس أو تصلب في الأذن. هناك بعض الطرق التي عادة ما تستخدم لعلاج طنين الأذن المستمر، منها العلاج السلوكي المعرفي. يعد العلاج السلوكي عن طرق علاج طنين الأذن بدون جراحة، وفيه يتم تأهيل المصاب وتدريبه للتعايش والتكيف مع الطنين. سماعات الأذن تستعمل في الحالات التي يكون فيها الطنين ناتجا عن فقدان السمع. أجهزة إخفاء الصوت: تعمل هذه الأجهزة على إصدار أصوات لطيفة تغطي على صوت الطنين المزعج. أو الأدوية: قد تستخدم بعض الأدوية لتخفيف طنين الأذن مثل الأدوية المضادة للقلق والاكتئاب وغيرها. علاج الأسنان: يساعد علاج الاضطرابات المفصل الصدغي الفكي في التخفيف من الشعور بطنين الأذن. زراعة القوقعة: قد يلجأ الأطباء إلى زراعة القوقعة لحل مشكلة الطنين الناتج عن فقدان السمع. كيف يمكن الوقاية من طنين الأذن؟ لا يوجد طريقة محددة للوقاية من طنين الأذن، ولكن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتجنب حدوثه. ارتداء أجهزة لحماية السمع عند التعرض للضوضاء مثل كاتم الصوت وسدادات الأذن. محاولات خفض الصوت عند استخدام سماعات الأذن. استشارة الطبيب قبل استخدام أي دواء لتجنب الآثار الجانبية.
نصائح التعايش مع هذا المرض. هناك بعض النصائح التي تساهم في تقليل من الطنين والتعايش معه. معرفة الأمور التي تزيد من الطنين وتجنبها. في بعض الحالات يزداد الطنين عند تناول بعض الأطعمة أو الأشربة أو الأدوية. تجنب الجلوس في مكان هادئ حيث يصبح الطنين أكثر إزعاجا في مثل هذه الأجواء، لذا ينصح الأطباء بالاستماع إلى صوت خفيف في مكان الجلوس. ممارسة بعض الأنشطة للتقليل من التوتر والانزعاج المرتبط بالطنين مثل اليوغا والتأمل والاسترخاء. وهنا ينتهي الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر الجرس